ممكن ما يكونش ليك أي ذنب أو ملكش أي دخل في أي حاجة، ولكن قدرك كده، ويا ويلك لو حطوك في دماغك. أنا صبحي، شغال في أمن السكة الحديد، وخصوصا في قطر البضايع. بيكون في آخر قطر البضايع عربية كده لوحدها وبتكون مقفولة. أهو هي دي شغلانتي، ببقى قاعد فيها من أول ما استلم الوردية بتاعتي لحد ما أخلص وأسلم زميلي. مهمتي لو حصل أي اعتداء على القطر أبلغ أقرب محطة بنكون فيها، ولو حاجة حصلت في القطر أبلغ سواق القطر باللي بيحصل على طول. وفي يوم من الأيام كنت طالع رحلة من مينا دمياط وقتها. فضلت قاعد مع عم محروس السواق وإبراهيم المساعد بتاعه في المخزن على ما القطر يجهز ونبدأ نركب الجرار في العربيات ونطلع. فضلنا نتكلم عن السكة الحديد وكل واحد يحكي المواقف اللي حصلت معاه. لقيت عم محروس بيتنهد: انتوا ما شفتوش اللي انا شفته، ولا هتشوفوا اللي انا شفته على السكة دي. شفت ايه يا عم محروس؟ يا قول ما شفتش ايه. انا في مرة كنت راكب قطر وواخد رحلة من القاهرة لاسكندرية، والرحلة كانت في حدود الساعة 10 بالليل. وانا ماشي على السكة شفت واحدة واقفة على شريط القطر على بعد. فضلت اهدي سرعتي لحد ما وصلتها. وقفت القطر والبنت كانت واقفة ثابتة ما تهزتش، ما عندهاش لا رهبة ولا خايفة. اديتها سرينة، البنت برضو فضلت واقفة ولا كأن القطر واقف قصادها. بصيت لها من الشباك وزعقت فيها وقلت لها: يا بنت ابعدي، كفاية انا عطلة. وهي فضلت واقفة. نزلت من الكابينة، ولما نزلت بصيت ما لقيتش حد واقف من الأساس. بصيت يمين وشمال، قلت يمكن البنت خافت وجريت. مفيش. بالصدفة لمحت حاجة بتجري وسط الغيطان. حسيت ان جسمي اشعر وقتها. طلعت الكابينة واتحركت بالقطر. ولما خلصت الرحلة بتاعتي سألت سواق كان اكبر مني وحكيت له اللي حصل. قال لي وقتها اياك تقف هناك تاني. قلت له اشمعنى؟ قال لي دي جنية الغيطان اللي هناك. جنية الغيطان؟ قال لي ايوه، ما هي ليها حكاية. دي كانت بنت فلاحة ومعدية على شريط القطر. القطر خبطها، فعفرتها بيطلع على السكة للسواقين. أهم حاجة ما تبقاش تقف لها تاني. رد عم إبراهيم: وإيه تاني يا عم محروس شفته؟ في مرة كنت في رحلة بالليل وعديت على المكان ده كانت حصلت فيه حادثة من الحوادث الكبيرة، فبيكون عندنا تعليمات إن السواق يهدي سرعته مكان الحادثة، وخصوصا لما بيكون بعد الحادثة بفترة قصيرة. وفعلا هديت سرعتي وماشي بالراحة، ببص جنب شريط القطر على آثار الحادث والعربيات بتاعة القطر اللي كانت عاملة حادثة وقتها. اترعبت. تخيل معايا انك معدي جنب قطر والقطر ده اتقلب وكان فيه ضحايا ومصابين. المصيبة ان انا سمعت صوت جاي من عربية القطر، صوت ركاب بيتكلموا وبياعين. هتقولي ازاي؟ هقولك معرفش. والانيل من كده كمان ان انا لقيت حد جوه العربية وبينده عليا باسمي. انا عمري ما هنسى اليوم ده. ولما خلصت رحلتي وروحت وانا نايم حلمت بالحادثة وبأدق التفاصيل اللي حصلت فيها كمان. لقيت ابراهيم بيضحك: ايه ده يا عم محروس؟ ده انا حصل معايا حاجات اكتر منك. بصيت لعم ابراهيم قلت له: قول ايه اللي حصل؟ مرة كنت في رحلة من الرحلات والدنيا تمام، وفجأة نلاقي الجهاز مدينا اشارة ان في قطر عطلان قصادنا على نفس الخط. بلغت السواق اللي معايا وقتها، بس علينا اتشل ومعرفناش نفكر. بدأنا نهدي من سرعة القطر، وفعلا فضلنا نهدي من سرعة القطر، لكن مفيش اي حاجة ظاهرة قصادنا على السكة. بس الجهاز لسه مدينا اشارة ان في قطر موجود قصادنا. فين؟ لقينا قطر مركون على جنب السكة. القطر ده كان عامل حادثة من فترة. بس المشكلة مش في كده، المشكلة ان احنا لقينا ناس واقفة جنب القطر، لكن لما كنا نكلمهم او نوجه لهم كلام ما كانوش بيردوا علينا. ملامح وشهم مش باينة، ملامح وشهم سايحة، ما كناش قادرين نحددها. ولما حكينا مع زمايلنا قالوا لنا ان في نفس العلامة دي
كان فيها قطر مقلوب وحادثة كبيرة، وشافوا نفس اللي احنا شفناه لما مشوا على الطريق. سألت عم محروس عن سبب اللي بيشوفوه على السكة ده. قال لي بص يا صبحي يا ابني، اللي بنشوفه على السكة دي بيكون بسبب الحوادث. المكان بيبقى غرقان دم، المكان بيبقى زفر، والأهالي ما بينضفوش السكة من الدم، بياخدوا الجثة من على الشريط ويرموا شوية تراب ويمشوا، واللي بيظهر لك ده بيكون العفريت بتاع الجثة. ده غير أصلا إن السكة مهجورة والمناطق بتكون ريفية وساكتة، فأنت مستني إيه يعني؟ أنت بقى يا صبحي يا ابني ما شفتش حاجة كده ولا كده؟ قلت له بصراحة يا عم محروس أنا بشوف بلاوي. طب اشجيني قول لي أنت شفت إيه؟ أنا في مرة كنت نبطشية ليه، وكنا أياميها في الشتاء، كنت بتمشى بين القطورات في المخزن وماشي سرحان. فجأة سمعت صوت حد بينده عليا. أول ما اتلفت ما لقيتش حد. وقتها لقيت في ظل الطفلين بيجروا في عربية من عربيات القطر. جريت وراهم وطلعت العربية وطلعت الكشاف اللي معايا وفضلت ماشي ورا الصوت لحد ما وصلت عند آخر عربية. وكانت المصيبة إن أنا لقيت طفلين قاعدين في آخر العربية على الأرض في وسط الضلمة، كانوا بيلعبوا سوا. وجهت الكشاف عليهم ولسه هشخط فيهم لقيتهم اتلفتولي. وقتها عينيهم كانت مخلوعة وجلد وشهم مسلوخ ونازل منه دم اسود. لقيتهم ابتسمولي ابتسامة مرعبة وبدأوا يزحفوا ناحيتي وطالع منهم صوت مرعب. وفجأة لقيت ايدي اتحطت على كتفي، لفيت وبصيت ورايا كان عم لطفي. لقيته بيقول لي انت ايه اللي جابك هنا؟ لسه هرد عليه واقول له لقيته مسكني من ايدي وسحبني ونزلنا من العربية. بصيت ورايا مكان الطفلين لقيت اثار دم بس هما مش موجودين. اول ما نزلنا من القطر لسه هتكلم واحكي اللي حصل لقيته قاطعني. قال لي انا عارف اللي حصل ومصدقك وجيت الحقك. قلت له طب والطفلين يا عم لطفي؟ قال لي يا ابني دول طفلين كانوا ساكنين قريب من المخزن وجم يلعبوا فالقطر خبطهم وروحهم بتطلع من وقتها لأي حد وخدنا عليهم بس ما بنتعرض لهم. وبعدها برضو في نفس مكان المخزن القديم كنت نايم في السكن في وقت الراحة. لقيت الساعة 1 بالليل والباب بيترزع. قمت وانا مفزوع فتحت الباب قلت ليكون في مصيبة. اول ما فتحت الباب ما لقيتش حد. بصيت يمين وشمال برضو مفيش حد. رجعت للأوضة وقفلت الباب. لقيت من ورا الباب حد بينده عليا لكن كان بصوت حشرجة كده، صوت واطي. وقتها قربت من الباب وبصيت بره من الشق اللي موجود في الباب. لقيت حد واقف ووشه متشوه وغرقان دمه وبيبصلي بيقول لي الحقني القطر خبطني. وبعدها صوت واختفى. وقتها فتحت الباب بالراحة وطلعت ما لقيتش حاجة، لكن لما بصيت على الأرض لقيت آثار دم قصاد الباب. مشيت مع آثار الدم دي لحد ما وصلت عند الفلنكات ولقيت حد واقف شغال. وبعدها القطر جه خبطه. أنا ساعتها اتفزعت، كنت مشلول مش عارف اتصرف ازاي. لقيت عم السيد بتاع المخزن ورايا وبيندهلي انت واقف كده ليه؟ القطر يا عم سيد لسه في واحد مخبوط حالا. لقيت عم السيد بيضحك بصوت عالي. تعالى تعالى يا صبحي يا ابني اقعد جنبي، مفيش قطر ولا حد اتخبط، ده عفريت عمك سعيد. عم سعيد؟ اه ده كان عامل تحويلات هنا والقطر خبط وربنا يرحمه، الفتحة على روحه يا ابني. وفي وسط ما كنا بنتكلم انا وعم محروس وعم ابراهيم وتحديدا الساعة 8:30 بالليل جالنا حد من المينا بلغنا ان القطر جاهز والحاويات والبضاعة ركبت ومستنيين بس الجرار يركب في العربيات ونمشي. وفعلا عم محروس وعم ابراهيم اتحركوا للجرار وجهزوه، وانا خدت اللاسلكي والكشاف والعدة بتاعت الشاي واتحركت لاخر القطر في العربية اللي انا متعود اقعد فيها. لكن وانا ماشي جنب القطر ومشغل الراديو سمعت صوت رزعة جاية من جوه حاوية من الحاويات. وقتها اتفزعت، لفت حواليا مفيش اي حاجة. بعدها حاولت اكمل مشي لكن سمعت نفس الرزعة في نفس الحاوية. وقتها قربت وداني من الحاوية وخبطت خبطة خفيفة. ساعتها سمعت صوت حد بيهمس من جوه ويقول افتح لي يا صبحي افتح، انت مين؟
وفجأة سمعت صوت ضحكة مرعبة. وقتها خدت بعض وجريت لحد العربية. كنت باخد نفسي بالعافية. فضلت أفكر في اللي حصل. قلت هو انتوا كمان بتيجوا على السيرة؟ ربنا يستر. وبعد ربع ساعة من التفكير لقيت عم محروس بيكلمني في اللاسلكي. صبحي انت ركبت؟ احنا هنطلع دلوقتي. تمام يا عم محروس، توكل على الله. بعدها طلعنا بالقطر وبدأت الرحلة بتاعتنا. طول الطريق قاعد في الكابينة بحرق في دخان واشرب شاي. الدنيا كانت ماشية طبيعي لحد اما الساعة جت 11:30 بالليل. وقتها كنت مغمض عينيا شوية، حسيت ان في حد بيراقبني او بيبص عليا. فتحت عيني وبصيت على باب الكابينة، لقيت راجل واقف وعلى كتفه بندقية ولابس بلطو، لكن ملامح وشه مش باينة من الضلمة. وقتها مديت ايدي جنبي على الكشاف ونورته مرة واحدة، لقيته جاي جنبي وماسك سيجارة وبيبصلي وبيضحك. انت مين؟ قال لي انا الغفير بتاع القطر. انت مين؟ وقتها بصيت له، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقيته ضحك وقرب السيجارة من وشي، بس قبل ما تلمسني صحيت مفزوع ولقيتني نايم. قمت من مكاني وعليت صوت الراديو، لكن صوت دوشة القطر كانت طاغية على أي صوت. وقفت بره الكابينة وكنت سرحان في اللي حصل، ومنكرش برضو إن الكلام اللي قاله عم محروس وعم إبراهيم كان مأثر عليا. ومرة واحدة سمعت صوت حد بيتكلم وبيضحك. اتلفت حواليا ما لقيتش حاجة. أول ما ولعت الكشاف ودخلت الكابينة وأنا بتسحب لقيت الغفير قاعد قصادي وبيتكلم مع حد. دخلت بالراحة لقيته بيتكلم مع ست في حدود 30 سنة كده، كانوا مش ملاحظين وجودي. وفضلت واقف متنح مش عارف أعمل إيه. كانت ملامحهم طبيعية، وفي لحظة لقيت الاتنين التفتولي وملامحهم اتغيرت. ملامحهم كانت مرعبة، وعينيهم بيضة ووشهم أصفر والعروق بارزة من وشهم. جريوا ناحيتي واخترقوني كأني مش موجود، ونطوا الاتنين من الكابينة والقطر ماشي بسرعته. بصيت عليهم ما لقيت لهمش أثر. دخلت الكابينة وفضلت استعيذ بالله من الشيطان، وقلبت الراديو على إذاعة القرآن الكريم. كانت جدتي عمالة بتترعش. كنت مفزوع وما كنتش فاهم حاجة من اللي بتحصل وقتها. حسيت بزغللة في عينيا، وحسيت اني مش قادر اصلب طولي ومش قادر اقف. وقتها حسيت ان الدنيا بتلف بيا ووقعت على الارض. المكان اتغير. القطر كان واقف في المخزن والغفير لسه بيركب العربية. لقيت البنت اللي كانت قاعدة معاه في الكابينة جاية بتجري وبتنده عليه. الحقني يا اسماعيل، الحقني. في ايه يا بت؟ اخويا عرف اللي بينا يا اسماعيل. الواد سعيد البقال شافنا وراح قال له، واخويا جاي ورايا. خدني معاك بالله عليك، لو اخويا مسكني هيموتني. خدني معاك ابوس ايدك. طب يلا اركبي بسرعة. البنت ركبت والقطر كان بدأ يتحرك، واخوها جاي من وراها بيجري، وانا كنت بتحرك بدون ارادة مني، والمكان بيتبدل حواليا. وفي لحظة لقيت اخوها ظهر ومعاه مسدس وضربهم بيه، والمكان بقى عبارة عن بركة دم. حيطان الكابينة ما اختلفتش عن ارضيتها في حاجة. اول ما خلص عليهم طلع بره الكابينة وبصلي وضحك وضرب نفسه بالنار ووقع من القطر. بعدها انا فوق لقيت نفسي مرمي وسط الكابينة. وقفت بالعافية وحاولت اصلب طولي، ولسه بتلفت لقيت الغفير اسماعيل والبت واخوها واقفين قصادي وغرقانين دم، وعينيهم بيضة وجلد وشهم شاحب. ومرة واحدة هجموا عليا. وقتها جريت وسبت الكابينة ونطيت منها. اخر حاجة شفتها كانت الكابينة وهي بتولع، ومن بعدها ما حسيتش بنفسي ولا حسيت بأي حاجة غير وانا في المستشفى والدكتور جنبي وعم محروس السواق. الدكتور قال لي الحمد لله على سلامتك، انت انكتب لك عمر جديد. النار مسكت في الكابينة وانت لحسن الحظ لحقت نفسك. على العموم في شوية كسور وشروخ، وان شاء الله علاجها هيبقى سهل. هسيبك دلوقتي. الدكتور طلع من الأوضة وانا حكيت كل حاجة لعم محروس. عم محروس كان مبلم ومستغرب، انت ازاي شفتهم؟ دي الحادثة دي بقالها زمن وحصلت فعلا، كانت بلوى سودا وظهروا الناس كتير. خلي بالك، ما هو العربيات بتاعت الأمن دي
بتكون بقالها زمن، وبتكون أقدم من الجرارات كمان. لو حصل فيها حاجة زي دي أو حادثة، يا دوبك بتدخل الورشة تتنضف وتدخل صيانة وترجع الخدمة تاني. أمال أنت مفكر إيه؟ قطعت عم محروس وقلت له: هو إيه اللي حصل؟ وإزاي لقيتوني أصلا؟ والله يا ابني أنا ما عاصرتش اللي حصل، بس اللي أقدر أقولهولك إنك وقعت قرب مزلقان، وولاد الحلال جابوك على هنا، وكان هيحصل كارثة في القطر، بس ربك ستر. ومزلقان من المزلقانات واحنا ماشيين ادانا اشارة، والنار ملحقتش تشبط في البضاعة. صحيح، بخصوص الغفير اسماعيل، هو كان راجل مش ولا بد، واخوها عرف وقتلهم هما الاتنين وقتل نفسه. شفت بقى الشيطان، اعوذ بالله منه. شغلانتنا دي صعبة، في منا اللي اتجنن واللي ساب الشغلانة واللي مات من الخضة. دي شغلانة تقصف العمر. خلصت كلام مع عم محروس، وبعدها قررت ان انا مكملش في الشغلانة دي. انا كفاية قوي عليا لحد كده، كفاية اللي شفته في قطر البضايع.